أنا نختار نتكلم الليلة عن هذه الفرضية اللي ثار الأخ والصديق بحام الودادي عن قضية هذه الطائرة المشبوهة. نختار نعطي فيها وجهة نظري بطريقة موضوعية. بحام إنسان ذكي ويعرف الطريقة اللي قد يستنتج بها، والله يقارن بها بين المعلومات، عنده ذيك الملكة. والصوت قال اوكي، قولوا لي كان صوت مسموع سابق نبدا. الصوت ما هو مسموع. الو، صوتك شو ماسي؟ ايوه، الصوت شو ماسي طبيعي. ركبت مايك مسموع. اوكي. انا الليله نختار نتكلم كصحفي محايد مستقل على هي الفرضيه اللي نحن كاملين معنيين بها، اللي هي قضيه الطائره المشبوهه اللي تكلم عنها بحام الودادي. نختار هون ننبه عن هذا ما هو شيء خاص الود بيني وبحام، به اللي بحام اخ وصديق واشتغلنا في بلد وجمعونا سوح النضال. وعندي له احترام كبير وتقدير كبير. قالوا لي ظاهري عن اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية. هو آه، هو ناقش الموضوع اللي ناقش قضية ثروة الشيخ خياه وبناها آه، على فرضيته عن هيك تعود فم التجارة بالمخدرات، رغم انه ما يسمعهم بالاسم، غير اللي يقلعهم بالمارة ويقولوا بيضان عن اللي ما يسمع يكون بنيه يعطيه الطرش. حد مولي حد اسمع اللي قال يعرف عن المقصودين هم به. وانا بغيت نعطي رايي، بما انها قضيه راي عام عادت وانا صحفي، بغيت نعطي فيها رايي بطريقه تكفل جميع الاحترام للبحام، احترام الراي والذكاء وقدرته على الاستقصاء وعلى ربط الخيوط. يا غير اللي نختار نقول على عني لا أشاطره الرأي. هو التحليل على يرجع يعود عنده من الذكاء والقدرة على التحليل اللي قد يقبل خيوط مسألة ويقارنها إلين شكل على عن إلين شكل على عن هذا إنه حقيقة يشربوا العقل. مثلا معروف عن ديك الساعة على 11 سبتمبر، عن قام صحفي فرنسي معروف ينقال له تيري ميسان، وعدل كتاب ينقال الخدعة الكبرى. وهذه الخدعة الكبرى حاول يعدل فيها ويشرح فيها على عن 11 سبتمبر، على انها مقصودة، على انها على عن 11 سبتمبر عن وراه امريكا، عن امريكا هي المعدل 11 سبتمبر، وهي اللي ضاربه راسها ومفت اكبر برجين فيها، ياك تجبرها ذريعه للعالم العربي خصوصا العراق والافغانستان، ياك ترمدوا. وجاب ياس من الادله المنطقيه وقبض الاحداث وقارن بينها واستنتج واستقرا الين قدر من الخلق جد عليه ذيك الاطروحه اللي توصل لها تيليميسون. يا غير عقبت الايام كشفت على انه لا نوع من الاستذكاء، انه كان انسان ذكي خبالي في ربط الخيوط وتوف. انا مولي ظاهري عن بحام على انه انسان ذكي ويعرف ربط الخيوط ويعرف وعنده ملكه التحليل، وهي قاع قديمه فيه، وعنه مولي عنده قدره على الاسقاط، قدره على طريقه على الاسقاط. ويساعد كتب مقال في تقدمي معروف جنرال موتور عن ولي عبد العزيز. جنرال موتور شركه امريكيه معروفه، وقبل هو عزة ولي عبد العزيز الوتات ومقيسته لإيران ذات التاريخ الحافل اللي جاهم عندهم الوتات وربط هذا وعدل منه مقال في قيمة الطرف. معناها انه عنده هاي الملكة. غير الحقيقة
عن هذا اللي انا مثلا متذكر عن شخص اخر ذكي هو الحسين والمحط، انه قاعد تكتب كتاب قال ضيوف القرن ال21. هذا ضيوف القرن ال21 حاول يستنتج من خلال قراءاته المعمقه في التوراة وفي الانجيل وحتى في القران وفي الاحاديث عن الاخر انها قريب، وساق ياسر من الحجج اللي شاربها العقل. وقال عن تذكر عنه قال لك الساعه عن فهد، عنه هو اخر ملوك السعوديه. وهذا جاب له قدر من الاستنتاجات، والاستنتاجات بالارقام، والاستنتاجات من الايات ومن الاحاديث ومن التوراة ومن الانجيل ومن كلام مش من القساوسه القديمين. وهذا حد قراه به الانسياب وقرب المأخذ والحبكه، يقول عن الاخره جايه الصبح. عقبت الاخره ما جات، وعقب عاد فهد ما هو اخر الملوك اللي حكموا السعوديه. معناها عن الامور دائما يخلق نوع من الاستذكاء ويربط رقاش من الاحداث ويشك رقاش عن انه الشاب الحقيقه، لكن يبعد ما هو الحقيقه. انا ظاهر لي على ان كان سببه الشيخ خيا. الشيخ خيا قبل قدر من الفضل وتقنعتوا ب وصرفوها مصارف سهله وبعثروها، وعادت الناس لا يجين كان ما عرفتي الفضل منين جاي. يقوم ممثل ويعدل حركات بهلوانيه تضحك، نعطاله وتا ونعطاله وينكوش له من فضه. هذا فرض على الناس عنها تستغرب اللي مين تعود الفضه تنصرف بضمن السهوله. الناس فرض عليهم تستغرب وفرض عليهم تسول عن الفضه منين جاي. معناها عنهم هم المسؤولين عن الشوشره اللي خلقت، هم المسؤولين عن الناس اللي تبحث عن مصادر هاي الفضه. ثانيا هم اللي عن فهم سؤال مشروع، من اين لك هذا؟ عن اي دوله تحترم راسها وتحترم قوانينها يا الله تسول اي طفره ماديه ما كانت بين اليدين، يا الله تسوي عين الفضل من شيء. هذا ذاك الحقيقه شيء طبيعي جدا. معناها على انهم هم اللي كانوا السبب في هذه الشوشره اللي خلقت، وفي الناس اللي ماشيه تنقب في حياتهم حتى الخاصه وحياتهم الشخصيه. مسار الطائره اللي قال برهام والودادي، قال عن مسار قال عن الطائره هليكوبتر، وهي الحقيقه عنها طائره من طائرات الجراد، ما هي هليكوبتر. وحموله طائرات الجراد معروف عنها ما هي كبيره. طائره الجراد ذات جناحين حمولتها ما هي كبيره. مثلا بالسير قاع الى لحقه 30 كيلو، هذه طائره صغيره. الطائرات الكبارات اللي هليكوبتر الكبيره حمولتها تمشي من عند 100 الى 200 كيلو. طائره الجراد هي اللي حمولتها تمشي من عند 100 الى 200 كيلو. وهذه ما هي حموله كبيره. واكبر هليكوبتر واحد قال له بيما ترفد 350 كيلو. طائره هي اكبر طائره هليكوبتر موجوده بافريقيا، وعندي عنها قاع في العالم كامل. طائره قال له بيما ترفد 350 كيلو. ايوه، تحدث عن مسار الطائره اللي قاع اشتدت اخبار اليوم وضاح اعلنها. قال عن تحقيق قطعته سارة ميديا. شفت ذاك اللي قال عنه بشير والببان اللي هو اصلا مسؤول عن ذاك التحقيق، كان رئيس تحرير سارة ميديا. ومنين قريناه هذا هو قاع اللي قال عن الطائره ما هو بحالته. قضيته قاع كل شيء لا يؤخذ منها ويرد عنها، ما هي دقيقه حتى. على كل حال لا نعتبر قاع عن الطائره انها دقيقه، ولا نعتبر عن الطائره على انها فعلا انها طائره مخدرات. هي قولان على عن الكيل مثلا عنه 257 مليون كيلو المخدرات، كيلو الكوكايين. هذا اللي ما هو دقيق في افريقيا. هو كيلو الكوكايين في افريقيا يتراوح من 9 الى 10000 يورو. هذا مازال في افريقيا. ومنين يقيس الاوروب تنزاد عليه ترانسبور ب 4 الى 5000 اورو. معناها عنه يطيح بين 13 الى 15000 اورو. عاقب ذاك منين ينباع، منين يدخل السوق لا ينباع
بالجمله ب 24,000 اورو، وبالتقسيط ينباع ب 50,000 اورو. هذا هو السعر، معناها عنه بعيد جدا من يعود الكيل 257,000. انا بنبتي هنا معلومات تتعلق بالموضوع، معناها بعيد حتى عن الكيل لانه يعود ب 257. معناها مثلا علينا لا نفترضوا عن الكيل ب 250 ألف، الكيل 257 مليون وكية، معناه انه مثلا تقريبا قريب من 250 ألف يتراوح. وقالوا على انه في مرحله معينه انه ينزاد لين يلحق 257 ألف، معناه انه يتراوح ما بين 100 مليون الى 200 الى 625 مليون. هذا وقية، هذا مبلغ خيالي ما قد طلع. وهو الكيل اللي يعود بالتقسيط يلحق 50 ألف أورو. هذا السعر التالي. هذا هو آخر سعر في السوق. أيوة. بالنسبة هذا بما يتعلق بالكيل، بالأسعار، أسعار المخدرات. معناها عن المبلغ اللي قال عنه هو سعر المخدرات، هذا مبلغ بعيد جدا من السعر. ثانيا عن هذا المسار اللي قال للطائرة، هون تقرير معدل 2023، معدل الهيئة الوطنية لمكافحة المخدرات. هذا التقرير يتكلم من 40 صفحة، ويتكلم عن المسارات اللي بإفريقيا، وخارج تقريره وخارج قدمنا نحن التقدمي عن الطريق الصحراء البيضاء، ويتكلم عن مسارات كاملة. وهذا في المسارات مسمية في موريتانيا، هي غير هذا المسار اللي نذكر هون، ما عنده علاقة بذا، هو مسمية في موريتانيا. وكنت قاعد يلا نعود نوتيت البليده اللي فيها موريتانيا، غير ما عنده اي علاقه بهذا المسار اللي هو معناه انه مسار لا تم الين تم اكتشافه. هذا من ناحيه يعني انا في البث الاخير اللي عدت مع جماعه في برنامج على تي في ينقال له صالون الصحابه، تكلمت عن وجهه نظري انا عن الموضوع، عن هذه الثروه، وهذا لا اجتهاد مني، ما هو الحقيقه لا اجتهاد مني نظرا عن المجال انا قريب منه، فارق علي من الناس عنده به علاقه من الطرفين الاثنين، عنده به علاقه، وعندي من الاخبار اللي يدعوا المو عندي اسال منكم. انا ظاهر لي عن هاي الفضل عنها عندها علاقه لا بالاعجاب، الاعجاب والله استفريس، المهم عندها علاقه بوجهه نظري بالاعجاب. والناس تقول عن شاكه عن الاعجاب، الاعجاب حد يربط الراس، والله حجاب الضال، والله شراك نبتو، بالتالي مخيلهم عن فضته لا قد لا حد يربط راسه لقاش، والله يعرس متمده، والله يعدل الاعجاب نصر، والله لا، ما هو الاحجاب. الاحجاب عنده تجاره ما هي عادة بها الرواج، سيرتو بالخليج العربي. وقد شفت ساعة 2027 تقرير واخذته الجزيرة، وقد لقاجي الاول وقد لا ينجبر عن قالوا على عن في السعودية وحدها، عنها كل سنة، عنها وضاعت في ذاك العام 2027 عنها زاقلة 24 مليار دولار في السحر والشعوذة، وزاقلة 23 مليار فرقل في العطور ومواد التجميل بالنسبة للسيدات. معناها عن هذا مدة يزقلوا شنو والله ما يوفى. ومعروف عندهم في السنغال عن كانوا خارجين اثرياء من الستينات، كانت الناس قابله بفضلتهم كيف ندونجا كيف انجوب الكبير، كانت الناس قاعدين يقطع الروس ويردمهم ويتحول الراس يعود جما وكذا، وذيك الاسطوره بعض ونعرف انسان احنا صغيرين في السنغال قالنا يعيط لقاش يقول لك وهاي جاي انت يشيل لا تمشي معاه بدا يقطع راسك يعطي لي انجوب الكبير. أجاب وضاح عن انجوب الكبير انه كان يحجب، والله كان يمارس السحر، والله الشعوذه. المهم بعد انه كان يمارس ذيك الامور الغيبيه الميتافيزيقيه اللي تستجاب لعقول الناس في الخليج ويعطوا عليها الفضل. وخالق الحجاب الحقيقي، نحن الحجاب ما نقدر نقروا به، اللي خالق بثقافتنا وخالق بكتوبنا، وعندنا اباتنا كانوا يعدلوه وكانوا يمارسوا سر الحرف ومؤلفين فيه الكتب، ونعرفوا كتب المؤلفين الموريتانيين، خصوصا هاي الاسره، انا والديها معروفين بهذا المجال،
وعندهم فيهم قدر من المؤلفات. ولا خالد كناش ما فيه لهم بصمه ولا اثر، معناها انه طبيعي عن تعود الفضه فضه الحجاب. وذاك بعد هو اللي شارب عقليا. خالد مجال اخر ما هو الحجاب غير استغلال الحجاب واستغلال السحر واستغلال الشعوذه، وين قالوا استدريس وعنده يقولوا له الموريتاني استدريس. وهذا المجال زاد وتنتكل به ياس من فضه بالباطل. ما هو واحد الحجاب روايه نحن مقتنعين بها به اللي خارجه قد يعودوا هذا ينقال على عنا يقولوا هذا المنطقه اله على نقع شروطها بلي يقولوا من شروطها اكل الحلال ومن شروطها الصلاح والورع، ينقال عن شرطها كاع انه يغني عنها. خالد السحر اللي هو السحر الظلامي وخالد الكشف الظلامي هذا كامل خالد. ذيك طريقه اخرى اللي يقولوا لها غرك عاد الناس استدريس. ذيك عندها طريقه وتستخدم فيها سحر العين ويستخدم فيها ياس من التحايل ومن الدجل ومن الشعوذه، وزاد هي عند ياس من الفضل. وخالقه واحد من مالي انا تكلمت عنه ذاك النهار، غير تقدروا تشوفوا التقرير اللي عدل عنه في البي بي سي راعي. هذا التقرير في البي بي سي، شوف هذا بابا نيسيسيغو مكتوب عنه بالسحر الاسود انه حصل على 242 مليون دولار. هذا راعي اي تقدروا تلودوا له البي بي سي وقصته مشهوره. 250 مليون دولار حصل عليها بابا نيسيسيغو عن طريق قالوا على انه بنك الاهلي اللي في دبي، وعنه قال لهم عن اللي عندهم الفضاء انه لا يوخروا لا يكثروا ولا يردوا لهم، وعدل قدر من السحر والشعوذه واقتنع مدير البنك ده واعطاه الفضاء وبرك عليه. ونعرفوا في السنغال واحد قال من دونغا جوف يقولوا عنه ذيك الساعه مولي عن خالق عائله سعوديه عباره عن 215. وانا في محيطي العائلي هم اللي ياسم الحالات هذا يحجبوا يجيبوا شنو الفضاء خيالي. خيالي مثلا اكثر من الفضاء اللي مكبرين انتم اخبارها. ذاك الموريتاني عند هذا الخطه الشيخيه معناها عن القضيه. انا شاك عن يلود له على ذيك الجهه، يلود له على جهه الحجاب. انا سمعت ياسم الرد عن واحده اميره كانت عندها ما قد جابت لها عيال وحجبت لها وجابت لها عيال، وقطعا عن حد من يعود عنده الامكانيات، عنده ياسم المال كيف ذا المال عند الخليج، وجبر حد يحجب لك جبر الشاشه ما لا يعزعنش. وواحدين يقولوا عن واحد امير ولي عهد وكانوا عمام وما مخلينه يعود امير ويعود باط ولي عهد، وعنه حجبوا له وعنه عاد ولي العهد وعطاوه. هذا هم اللي طبيعي. اذا قال كان ما هو طامع بانه يعود ولي العهد مثلا بلاد في الخليج قد ثرواته وعقبه حجب له عاد ولي العهد، هذا ما هو لا شيء. دونك معنى هذا لا رد ما في الشيء الوالد اياها قطعيه الدلاله والثبوت، لا رد للمقصود. غير بعد انا شاك على عنه لا قد حد يعتبره مبرر به لي قطعا فرضيه الدروغ ما هي وارده. فرضيه الدروغ ما انا كنت اليوم مع صديق عندي قطع يتهم بهاي المهنه، صديق قال لي يا سيدي والهيداله ودا معدل هاي راده الدروغ معدلها ضحكه. عنده هو ياس من الديتاي وياس من الشيء حالك حتى ومتناظر. كنت معي يدح نسايه وقال لي معدلها ضحكه، قال عنها لا تستقيم وعنها قاعد ما عنده عندي عنه عن اهل مكه ادرى بالشعابيه انه هو الروايه لا قد تولي له فيها التاديثه، لا قد ينقبض قوله فيها. معناها عن يعني شاك على عنه فعلا الدوله مسؤوليه الدوله تسوي من اين لك هذا والارجون فاسيل يلا ينعرف من منين جاي. هذا طبيعي. يا غير اللي ما يقدر قاج يتم يلقي الكلام على عواهنه قد يسبب ضرر لوحدين. نحن كصحافه مهمتنا البحث عن الحقيقه، غير ما مهمتنا الاضرار حق عن عينا نضروا بطريقه مثلا ما هي مقصوده، طريقه اتفاقيه ما هي طريقه مقصوده. وهذا انا ملتمس احسن مخارج الاخ والله قاعد مغرش عليها الاخ ودادي على انه لا باحث عن الحقيقه وعنه لا عاد
عدى ضرر، عنه ضرر جانبي، عنه ما هو مقصود، عنه لا من ضرر اتفاقي. وظاهر مولي على من الروايات اللي ودات القضيه تنثار تعود السياسه تفوقيها، وهذه الخطه دخلوا السياسه وعادوا رقم صعب في السياسه به اللي عندهم الفضاء وعندهم الماضي، التاريخ والارث وهذا المجد الطيني اللي عندهم والشياخ واولاد الشيخ. دونك طبيعي عنهم يعودوا مؤثرين بالساحه السياسيه، وذلك قلب المعادله يقد يعود المنطقه اللي هم فيها ودخلهم كلاعبين جدد اقوياء، وطبيعي على ان تقوم الناس وتصدى لهم وتحاول عنها تكبح جماحهم بالعجله وتحاول من عنها تقلم اظافرهم. هذا كامل انا شاك انه يقد يعود من الاسباب اللي يخلق. على كل حال انا بعد هذا هو اللي عندي. انا شاكان انا القضيه اللي ودري لا شغل الاعجاب، وظاهر عن المليال اللي فيه الخطه عنه مليال الاعجاب وعن موالدينه وبتوف. يا غير هذه لا مجرد اجتهاد مني، مجرد فرضيه، وانتم تقدوا تعتبروها فرضيه قد يؤخذ منها ويرد. غير انا مقتنع بها اللي انا زادانا لا من الميديا اللي هما منه، انا قريب منه، نعرف نطلع على ياس من اموره قد تعودوا انتم ماكم مطلعين عليه. ثانيا فهم حماس تاك شيء ناس ما يقابلتك بالحقيقه فيه. فهم اللي بيه حسدته يصبح دافر عرقه يتناص ولا عنده خمسه ويشوف واحدين عندهم وتاد زينين عندهم ادعاء زينين، ولا بد له ياكي يبرر فشله في الحصول على الحصل عليه، عنه يعتبر على انه ما هو طبيعته، عنه ما هو جاي من مصادر طبيعيه. وفهم واحدين قد يعودوا هم اللي ما نبغي نقول حسد ولا شيء غير اللي قد يعود فهم شيء قريب من ذا. وعلى كل حال فعلا الدوله يلا تعدل شغلتها، يلا تعرف الفضاء منين جايه وتقد تعود ذات عرفتها، ما لا بد لها من تعلنها ولا لا بد لها من تقولها للناس، غير بعد تعود ذات عرفتها كاع. والله عنهم لو كانوا ما عرفوا كاع يعودوا لو كانوا ما عرفوا يعودوا لا تعود القضيه اللي اشتت اخبار. على كل حال ذيك شغله الدوله، وانا طالبت بها وكتبت ارتيكل وقلت عنه ولا كاع عين اليوم وحدهم عين الفضاء كاملها يسوى اللي جايه من طريق الفساد ومسؤولين الدوله، يسوى اللي جايه من طريق اخرى، يعني يلا الدوله تعود تتبعها وتعرف اخبارها. ثانيا النظام اللي مولي عن ذا التظاهر بها، رغم انه انا بالنسبه لي سلبي وخاسر عن تصبح الناس يعود رجاج يلود الحاله يرصى بها حياة المكسيك ولا عنده خمسه ويشوف هذا البلاغ عنه التظاهر به عنه خاسر ولا يتواسى. غير مولي ظاهر لي على انه لو كانت فالس دروك ما يعدلوها، لو كانت فالس دروك يعودوا فالس دروك موريتانيا ما في من حد مثلا مفترض عنده دروك موهوم. هذا الموريتاني اللي معبر رئيسي لدروك واللي الحوت كامل متهمين بانهم يمارسوا دروك، وانا كنت في الحبس ساعه كانوا معي جماعه الدروك هذا كان ما في احد ما هو متقشف به اللي يدرج لظهر يدرج حد يعود اللي حاس على انه ماله انه قد يجيب مشكله انه خوخته في هذا المال له لا يتم لا لامه ويسلو قيه ما هو لا يتظاهر به. هذا الظاهر به معناه انه لا يظهروا حاس على انه لا تلحق لي درجته وتلي ينبش انه لا يقد يبرر هذا. هذا هو اللي عندي في الموضوع، ولا نطول عليكم ولا مجرد فرضيه كي فرضيات كامل تعتبروها، وان كنت انا عندي قناعه بها. وشكرا جزيلا.